ما بتتطور الكره ما بتتطور. انت الدوري المصري انا بين اسوء الدوريات على مستوى العرب. انت قاعد تلعب بس اهلي وزمالك وما في جمهور. الدوري كان دوري كورونا. كان هناك فرق عبد الله نتكلم فيها، يمكن الكابتن وين المقاولون العرب؟ وين الاسماعيلي؟ ترسانة. وين ترسانة؟ الاتحاد الاسكندري. الاتحاد السكندري. ما يبونه. ضاعت الاسماء صراحه. طيب صحيح، ضاعت الاسماء. بالضبط. من يتحمل السبب؟ المنظومه اللي موجوده، المنظومه الرياضيه. ولما تتكلم وتنتقدهم انتقاد حريص وبناء يزعلون يا اخي. يا ريال يقول شو دخلك بدورينا؟ نحن نتابعكم، ليش دخلنا بدوريكم؟ نحب نتابعكم، نحب نشوف الدوري المصري. تراجع الكره المصريه على مستوى الدوري والسيطره الاهلاويه هذه في بعض الاحيان الزمالك يعني ياخذ الدوري الثاني هو اتحاد الكره. انا قلتها لك كم مره، اعطيك مثال بسيط. اليوم 4 سنوات في مصر الدوري متواصل، ما في اجازه في الصيف. انا ما ادري الحين لحظه في اوروبا في اوروبا اخذوا الاجازه وبلشوا في اعداد الموسم القادم. الدوري ما يخلص يعني. اتحاد كوره غير قادر انه يضبط رزنامه ثابته، يعتبر مش محترف هالاتحاد، يعتبر اتحاد فاشل بكل المقاييس. اعيدها لك مره ثانيه، اتحاد الكوره المصري غير قادر انه يضبط رزنامه ثابته متى الدوري يبدا ومتى ينتهي، يعتبر اتحاد فاشل. ما بتتطور الكره المصريه. لا تطور طبعا. مش يعتبر هو فاشل.